اهلا بكم اعزائي المشاهدين. هنتكلم النهارده في فيديو جديد عن موضوع السوبرفايزر. لقيت ان موضوع السوبرفايزر مهم جدا والناس مهتمه بيه ونسبه المشاهدات فيه عاليه، فقلت لا، لازم نتكلم على اكتر من حاجه، لانه كمان دي اول مرحله في مراحل الاداره بالنسبه للشخص اللي بيترقى جديد يعني. فعايز اقول لاي سوبرفايزر زميل لينا او من جيل اخواتنا الصغيرين يعني، اول حاجه لازم يكون عندك خلفيه فنيه مهمه جدا. مهم قوي ان يبقى عندك خلفيه فنيه. يعني ايه خلفيه فنيه؟ زي ما قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت، لازم تكون بتقدر تعمل كل حاجه وبكفاءه. يعني لازم تكون بتشتغل في كل اقسام المطعم اللي انت فيه، سواء بقى كان مطعم برجر، فرايد تشيكن، بيتزا، ايا كان هو ايه، بالذات الفاست فود. لانك انت مهم قوي انك تبقى فنيا كويس ومالي مركزك فنيا، لان انت اللي هتدرب الناس التانيه بعد كده. موظف جديد انت اللي بتدربه، حتى المدير الجديد او مساعد مدير جديد انت اللي بتدربه برضه كسوبرفايزر. ده بيبقى جزء من مهامك انك انت بتدرب، لانك انت فنيا اعلى واحد. المدير فنيا عالي جدا وكل حاجه، لكنه اداريا اكثر منه فنيا. مطلوب منه الشق الاداري اكتر ما هو مطلوب منه الشق المهني او الفني. فانت لازم تكون فنيا ملم بكل الاقسام وجاهز لكل الاقسام، ويكون عندك ملكه التدريب، لانه برضه كتير قوي بناخد من اداره التدريب بياخدوا السوبرفايزر اللي هم الفنيين. دي اول حاجه. تاني حاجه، قلنا لازم يكون عندك شق اداري وشق فني. الشق الاداري شخصيتك في الاداره. شخصيتك في الاداره هي عامله ازاي؟ غالبا بتكون منتقاه او مستقاه يعني من مدير كويس انت اشتغلت معاه في حياتك وانت متاثر بالمدير ده، وده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. لانه قبل كده زي ما قلت لكم ذا بيبل ويل اكت لايك ذير مانجرز، يعني الناس هتشتغل زي ما المديرين بتاعهم بيشتغلوا او بيحذوا حذوهم يعني. يعني انت لو عندك مدير كويس متاثر بشخصيته بتاخد نفس القرارات الاداريه بتاعته ونفس الشخصيه الاداريه بتاعته بتطبع عليك يعني. فعايزين ناخد في مديرين كتير قابلناهم في حياتنا كويسين جدا، عايزين ناخد الحاجه الكويسه اللي فيهم. لانه في اوقات مدير يكون قوي في حته وضعيف في حته تانية، وارد، نفسيه بشريه. فانا عايزك بقى تاخد منه الحاجه الكويسه اللي كان متميز فيها. هل هي طريقه تعامله مع الجست؟ هل طريقه تعامله مع الاستاف؟ هل طريقه تعامله مع الاداره؟ هل طريقه انجاز المهام؟ ايا كانت بقى الطريقه بتاعته هي ايه، فانا عايزك تاخد الحته دي منه وتتاثر بيها. ودي حاجه كويسه برضه مش وحشه. تالت حاجه، النهارده عندي 5 نقاط. تالت حاجه، شارك الناس في الشغل. دايما خلي ايدك بايد الناس، معلش يعني اسمحوا لي، في ناس بيقول لك يعني انت اعمل كذا وانت اعمل كذا على ما اشرب بس كوبايه الشاي بتاعتي او اشرب سيجاره واجي لك. لا، مش هيبقى كده. احسن تقول لهم اعملوا كذا وكذا وكذا وانا عندي كذا بخلص فيه. والاستاف مش هيقيمك، لكن لما يحس ان هو ايدك بايده دي حاجه بتبقى لطيفه قوي. لما تكون انت عادد نفسك انك انت انا زيكم يا جماعه، بس الفرق اللي بيني وبينك المهام المطلوبه مني اكتر من المهام المطلوبه منك. حتى انت كمدير برضه لو الناس حست انك انت بتبذل مجهود وبتعمل يو ويل سيت ذا موديل، يعني انت بترسي قواعد انك انت بتحط المثال، زي ما كان الجيش زمان بيقول لك باين على المعلم يعني. فانت بتحط مثال الناس هتشتغل عليه. لو انت مخلص هيبقى الناس مخلصه، لو انت جاي سوري بتقضي وقت وتمشي الناس هتبقى كده برضه من غير ما تشعر انت. على فكره هتلاقي ده بيتم اوتوماتيكلي. رابع حاجه، الوظيفه بتاعتك دي اللي هي السوبرفايزر او البوزيشن ده بوزيشن هتقعد فيه فتره طويله، فلازم تكون تستفيد من الفتره دي. يعني ايه هتقعد فتره طويله؟ يعني لما كنا في الشركات العالميه قبل كده، السوبرفايزر ده هو بدايه الخطوات لمدير. من حسن حظك بقى ومن سوء حظك احيانا انك انت بيسموك الميدل مانجمنت. الميدل مانجمنت يعني ايه؟ انت دايما تبقى محتار ما بين طلبات الناس اللي تحتيك، يقول لك يا ريس انا عايز كذا كذا ومطلوب كذا كذا، عايز بقى زياده مرتب، عايز ترقيه، عايز كذا. والناس اللي فوقيك بيقول لك دايما انا عايز منك مهام، عايز منك بادجت تحققه، عايز منك كذا، عايز منك جداول، عايز منك الى اخره. فانت دايما في الميدل مانجمنت دي بتقعد فتره، لانك انت ما تستعجلش كمان. لما تقعد في المهمه دي او الوظيفه دي فتره، سنه، سنتين، 3، على حسب بقى ما ربنا يقدر او ظروف شركتك، ما تزعلش، لانك انت بتجهز وتعد انك تبقى مدير في المستقبل كويس. وبتاخد وضعك قوي لما بتكون انت عالي فنيا وعالي في علاقتك مع الناس وعالي في ادارتك. ده حاجه بتحسب ليك في المستقبل، انك انت عامل شغل كويس، او ان انت زي ما بيقولوا كده ايه، استويت على نار هاديه بلغه الاداره يعني. تمام. حاجة تانية كمان، ما تنساش وانت بتستوي في الفترة دي انك انت تبدأ تعتمد على نفسك. يعني في شقين، خليك دايما عندك الانيشيتيف او انك انت عندك روح المبادرة، انك انت عايز تاخد مهمة اكتر، لان ده هيساعدك انك انت تبقى لما تترقى تبقى مالي مركزك ومالي مكانك، لان الموضوع مش جديد عليك. ودايما عود نفسك انك انت تتصرف كأنك انت موجود لوحدك، لانك انت فعلا هتبقى لوحدك كتير في الوردية.
يعني ممكن مدير معاك مش موجود اجازه، ممكن مساعد مدير اللي معاك مش موجود. في فروع كتير في المطاعم بيبقى مدير واتنين سوبرفايزر، فالسوبرفايزر هنا بيكون هو مساعد المدير، او بمعنى اصح هو مدير ورديه. طب انت بتدير ايه في الورديه بتاعتك؟ بتدير افراد، بتدير معدات، بتدير انتاج، بتدير الجست بتاعك كمان. طبعا، ما انت بتحل مشاكله المتعلقه بالجوده او الخدمه او السيرفيس تايم او الكلام من ده. الفيديو اللي جاي وعد ان شاء الله هنتكلم على موضوع الكومبلينز او حل مشاكل الجست يعني، او حل مشاكل العملاء سواء على التليفون او وجها لوجه. هنراجع بسرعه الخمس حاجات اللي قلناهم النهارده. قلنا انك انت كسوبرفايزر دي اعتبر انها رساله موجهه اليك، لازم تكون فنيا عالي جدا في شغلك، عالي جدا في ادائك، بتعرف تدير الموضوع كويس في اداريا او فنيا على كل الستيشنز بتشتغل وبتدرب الناس عليها. تاني حاجه شخصيتك في الاداره لازم تكون واضحه، وغالبا بتكون مستقاه من مدير سابق اشتغلت معاه، مدير كويس ومؤثر في شخصيتك. تالت حاجه تشارك الناس دايما في مهامهم الوظيفيه، يبقى ايدك بايدهم يعني. اوكي، والناس لو حسوا بده وحسوا ان انت بتعاملهم اخ، صدقني هتاخد منهم انتاج كويس جدا. وقلنا الوظيفه دي رابع حاجه هتقعد فيها فتره طويله، لان هي وظيفه ميدل مانجمنت، وظيفه مرحليه في فتره انتقاليه من مراحل الاداره بتاعتك. خامس حاجه قلنا المهام المطلوبه منك وانت شغال مع الناس. اعتبر دايما انك انت شغال لوحدك وتشيل مسؤوليه شيفت وتشيل مسؤوليه مطعم لوحدك. بالتوفيق يا رب والناس كلها. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ومتشرف بكم دايما ومتابعتكم وكومنتاتكم طبعا كلها بقراها وارد عليها، ومتشكر لكم ومع السلامه.